عنده الحق الرئيس تبون، في هذه عنده الحق حبيبي. أنا نشوف في نوع من الهرولة للتطبيع. احنا أولا ما نشاركش فيها، احنا الوحيدين اللي لا يمكن نطبع. كيف احنا ما نطبعوش؟ حنايا شواكر. ما فهمتش. نحن سواكر لافريق مع فلسطين. مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. فلسطين من البحر للنهر ومن البحر للبحر هنوضع أصحاب ظالمة أو مظلومة. اليوم تبون صرح بتصريحات تاريخية ما سبقوا لها حتى مسؤول جزائري من قبل، يقول أن الجزائر مستعدة تعترف بدولة إسرائيل. تبون يخبروا إسرائيل أن الجزائر مستعدة للتطبيع. قال لك احنا جاهزين نطبع. ايه؟ بحب إسرائيل، أنا بحب إسرائيل. كما أكد السيد رئيس الجمهورية أن الجزائر ستكون على استعداد لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في اليوم ذاته الذي ستكون فيه دولة فلسطينية كاملة. أول مرة في حياتي نسمع في القناة الوطنية الجزائرية يقولوا كلمة إسرائيل. أول مرة نقرأ أنا في رئاسة الجمهورية جهة رسمية أعلى السيادة في الدولة كلمة إسرائيل. أول مرة. لأول مرة يخرج رئيس جزائري يجي اعتراف ديريكت هكذايا. الرئيس تبون يعترف أنه فيه دولة اسمها إسرائيل، وهذا لم يحدث سابقا. لم أكن أتخيل في يوم من الأيام أن التصريح ده يخرج من الجزائر. احنا نتنا ندفي لما طلع لي الخرا. انا مانيش انا الزعيم نتاع العرب اللي نديفوندي على هذه فلسطين. عنده الحق الرئيس تبون، في هذه عنده الحق. يبررون جوستومون حكايه التطبيع باللي اصلكم انتم ما فهمتوش ولكن نفهموكم. بتفهم ولا زيي؟ ويقول لك هما اصله هو مدلهم واحد الشرط التعجيزي. رئيس تبون جاوب قال لك شغل كي نور الملح كي تشرق الشمس من مغربها، يعني عطالو شرط تعجيزي. عطاهم حاجه تعجيزيه امبوسيبل تصرى. الشرط تعجيزي. انا نشوف باللي الايمان بهذه الفكره هو عيب اكثر من التطبيع. ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. اذا انت ممن ولا تبون ممن انه امر تعجيزي، علاه ما له هو يجري ويقول لهم خليوها عليا وفلسطين. قضية فلسطينية نتبعها أنا شخصيا. ماشي باش تبرر التطبيع تروح تدخل في فكرة ما عندها أي معنى. عيب. بعض الناس ممكن تيجي تقول لك ما هو معنى ان قال دولة فلسطينية كاملة دي حاجة مستحيل ممكن تحصل، وبالتالي مستحيل الجزائر تعمل كده. ما كان للجزائر ان تتكلم عن التطبيع. الدماء تسيل في الضفة ولم تجف بعد في غزة، والرئيس الجزائري بلد ال6 مليون شهيد تتحدث عن استعدادها للتطبيع. ماشي هذا تبون اون بيرسون هو والمسؤولين تاعو اي حاجه يلصقوها ياك مظاهرات يلصقوها في الكيان الصهيوني، حتى ليكيب ناسيونال ما تاهلتش المونديال تاع قطر لصقوها في الكيان الصهيوني. شكون اللي راه ضدها نتايا؟ انت كي تشوف شكون اللي راه ضدها؟ انا نقول اسرائيل. هذه باينه، هذه اسرائيل ديريكتومون. اي حاجه يقول لك مؤامره صهيونيه والكيان الصهيوني وراه يحفرنا ويديرنا. كيفاش انت دوله تحفر لك تقول ايه راني مستعد نطبع معاها لو كانت تعترف بفلسطين؟ طول النهار المغرب مطبع، المغرب مطبع. اليوم الحريق في بيتك في الجزائر. حبيبي انا نحوس نسوي الخلافات تاعي، نحوس نلتب الشعب نتاعي. لا علاقه لنا بفلسطين، لا من قريب ولا من بعيد. احنا مع تبون. الرئيس تبون كي قال نعترف بدولة اسرائيل كيفاش يعترف بها حتى تستقل فلسطين؟ ما الفرق الان بين الجزائر وبين الرياض، بين السعوديه محمد بن سلمان الذي انتقدتموه مرارا وتكرارا بانه مستعد للتطبيع؟ احنا هذا الامر ما نقبلوش كمسلمين، ما نقبلوش. هذيك ما هيش بلاد السعوديين فقط، هذيك راهي بلاد المسلمين كامل. الجزائر الان الرئيس تبون لا حدا كلمه ولا حدا طلب منه، لحاله قال لك انا مستعد للتطبيع. يعني فضيحه بجلاجل هذه ولا لا؟ لو كان جو صراحه يعني كيان صهيوني لا يطبع معاك، انت راك مريض. كيان صهيوني لو كان تحلو ما يطبعش معاك. الخارجيه الاسرائيليه ترد على ما ادلاه الرئيس الجزائري تبون النقش رجل الزهره الفايحه، وردت عليهم اسرائيل بالرفض. رفضتهم. نحن نرفض كل شكل من اشكال التطبيع مع الجزائر. نحن لا نريد تطبيع مع الجزائر. رضينا بالهم والهم مش راضي بينا.
على خاطر عندكم شعب داب ورئيس داب. الدولة كيما نتايا ما عندها وزن، ما عندها ثقل، ما عندها لا وزن لا هبة لا مواقف. الدولة الماء ما فيهاش، تدخل تواليت ما كاش الماء، صافي 3 جور ما كاش الماء، صافي 3 جور ما كاش الماء، ما تقدر تدوش، ما تقدر تبول، ما تقدر تخرع حاشاكم. ارفع راسك، الجزائر قريب تسقل، وخراوين حبيت، خراوين حبيت، خراوين حبيت. واللي علفوا سيفي ساع. الله الله شحال زوين هاد الزليج المغربي. شوفوا لي هاد الزين العار لما شوفوا لي هاد التحفه هادي. هذا هو اللوغو ديال كوب دافريك. الزليج ديالنا، بالزليج المغربي، بالزخرفه التقليديه المغربيه، التراث ديالنا محلاه هو في الشعار ديال كأس افريقيا. كاين واحد الناس اللي ما عجبهمش هذا الشعار. الزليج الجزائري يزين شعار كأس افريقيا 2025. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. كما تشوفوا في الشعار كاين حاجه اسمها الزليج الجزائري. شعار الكان بشعار الزليج الجزائري. هذا الزليج اللي مستوحى من قصر المشوط. ما كتعرفوش شنو هو الزليج حتى جاو المغاربه، وهذا الشيء هذا فيديو موثق. بوتفليقه كيطلب المغاربه يجيو باش يبنيو قصر المشوار. Nous devons le reconstituer avec l'aide des Marocains qui ont également su préserver ce patrimoine. الزليج هذاك القراطي التلمثاني ولا اللي يجي حبه حبه، حبه الفوق حبه لتحت. حاجه لازم نفهموها بلي كاين دول بزاف تخدموا هذاك حبه حبه. هاد حبات الفسيفي ساعه كاين في دول بزاف في العالم تخدم هذاك النوع من الخدمه، حبوا يحصروها بدوله تاعهم ما يبكش منها. بكاش منها يا خو. الزليج راه يخدم في كاع الدول على كل حال، يخدم في اسبانيا، في المغرب، في الجزائر. نوض والله يعطينا وجهكم. دابا غير بيني وبينك الكرغولي، ما عندك الماء في الوجه، ما عندك الحشمه، شنو الجينات ديالكم الكراغله؟ سيروا الله يمسخ بابكم. دابا هاد الناس هادو اللي ما عندهم حتى علاقه بالجليج وما عندهم حتى علاقه بالتراث ديال المغرب، جايين ولاو كيتزاحموا معنا ولاو كيدبزوا معنا في التراث وخاشين يفهم حيله التراث مشاركين فيه بحيله ديالهم. في 2014 المغرب نظم كأس العالم للأندية وكان الشعار عليه الزليج المغربي. علاش ما نطو تكلمتوا غوطوا؟ علاش ما قدرتوش تهضروا ولا تكلموا ملي المملكه المغربيه طعنت في القرار ديال التونيات ديال الاحماء واديداس فعلا سحباتهم من السوق؟ الالعاب الاولمبيه اللي تنظمت في المغرب في الثمانينات وظفنا الزليج المغربي في الاحتفاليه ديال الافتتاح، ولكن ما تكلمتوش انذاك وقلتوا الزليج ديالكم. علاش؟ علم الشماش اللي طابو ما حلاش، حيت انا عبد الاله بن كيران بغيتي نولي المهداوي ولا لا؟ لانكم انذاك كنتوا مازال ما دخلتوا معنا في الحرب ديال السرقه. جا واحد المروكي يهودي وسرق لنا ان كارو، كي سرق لنا ان كارو داه المروك داروا ليميتاسيون والماركه قال لك باللي تاعنا. هذا الحرب على التراث المغربي بدات مع شنقريحه وعبد المجيد كذبون. انا سمعت شي ناس ديال فيديوهات يقول لك هما يخدموه ولكن الزليج تاعنا. تخدم الحاجه مش ما عندها تاعك، تخيطها مش ما عندها تاعك. انا فهموني في هذه المعادله، بلاد خدمه يعني هي تصنعه، يعني وقال لك اللي يصنع ماشي هو ماشي ديالو. نخدموا كاع المقارون في كاع دول العالم، هل المقارون هي جزيريه؟ انت لازم يودونك مستشفى مال الامراض النفسيه يعني. بس تغيضني انا دوك المغرب يقول لك هذوك العالم الاخر، راك شايف العالم الاخر؟ صح انا كده، انا مش كده خدنا. التاريخ حاجه وتخدم الحاجه حاجه. مالكم على حالكم؟ زليجنا وانت تصنع عندنا في مدينه فاس، وتحيه للحرفيين والصناعيين ديال هذا الزليج هذا، ديال هذا الفن، ديال هذه الزخرفه المغربيه 100%. الزليج مغربي بشهاده العالم. وإلا كنتو رجال قاطعوا هذه البطوله كما قاطعتوا الماتش ديال نهضه بركان. قال لك يا سيدي الاتحاد الجزائري كيهدد بالانسحاب. ناوش الطابه حتى القاع البحر، اللي بغى يخرج من دابا بابي يخرج جمل. انسحبوا ولا قعدوا، وإلا ما عجبكم الحال شربوا المتوسط راه قريب لكم، اما تا المحيط طريقه بعيده وغاليه. المغرب تيرحب بجميع دول افريقيا. حبيبي كم مبروك. وكأس افريقيا 2025 اللي غتنظم عندنا في المغرب غدوز احسن كأس افريقيا عرفها التاريخ. للتاريخ.